السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم من جديد في قناتي. أنا مروة. تعالوا هاخدكم في جولة سريعة لموديلات الميك اب الموجودة في السوق، واستعرض معاكم ايه افضلها وايه الانواع الموجودة. يلا بينا. اول نوع موجود زي ما انتم شايفين كده نيفيا. ده مزيل ميك اب للعيون فول مضاعف. المفروض ان هو بيبقى فيه قوام، يعني فيه اساس زيتي عشان يشيل ميك اب العين اللي هو بيبقى ووتر بروف. في كمان مزيل ميك اب تاني اللي هو لونه بينك بامبا. ده برضو بقوام زيتي لازاله الميك اب الووتر بروف. ثالث نوع اللي هو ماء ميسلر. ده لجميع انواع البشره وللوش، برضو بيزيل الميك اب، وده نوع جديد نازل. هو كاتب ان هو هنا مش بيحتاج للشطف، يعني على طول بتستخدميه بينضف لك وشك، مش محتاجه ان انت تشطفيه. في بعد كده نيفيا الاحجام الكبيره اللي هو برضو كلها ماء ميسلر، اللي هو ان انت ده بدون زيت. برضو هو كاتب للوش كله، للشفاه والعين والشفايف كامل، بتنضفي بيه وشك بقطنه من غير ما تحتاجي ان انت تشطفي وشك. اللي جرب منكم، انا جربت نيفيا قبل كده، من الانواع الممتازه جدا. في برضو نوع جارنيه مشهور قوي معروف. ده نوع جديد نازل من جارنيه اللي هو فيه ميه وزيت برضو للميك اب الووتر بروف. هنشوف دلوقتي الجارنيه اللي هو الاصلي اللي كان بينك. جارنيه كان عيبه اللي هو البينك اللي هوريه لكم دلوقتي، ان هو كان مش فعال خالص في الميك اب، ازاله الميك اب الووتر بروف او المقاوم للميه. ما كانش بيشيله، كان حلو للوش بس. فهم نزلوا نوع زي ما شايفين كده اللي هو فيه قاعده زيتيه علشان يشيل الميك اب الووتر بروف. في برضو اللي هو الحجم منه كبير، جارنيه حلو وشغال يعني، بس ما انصحش بيه لو انتي حاطه ميك اب النوع العادي البينك منه. ما انصحش بيه لو انتي بتشيلي ميك اب ووتر بروف. لوريال ده برضو له قاعده زيتيه للميك اب ووتر بروف برضو. عيبه الوحيد ان هو بيزيت قوي، يعني نسبه الزيت اللي فيه عاليه جدا، فكان بيضايقني جدا لما باجي اشيل ميك اب العين. كنت بحس بدهنانه عاليه جدا، فما حبيتوش خالص في الحكايه دي. كمان هو سعره عالي، يعني يعتبر كمان اغلى في السعر من نيفيا. بالمقارنه مع نيفيا احسن بكتير. في نوع اسمه باي فيز من الانواع الحلوه، الماركات الكويسه. ميزتها هنا برضو سعرها مش عالي قوي. اول واحد اللي هو الازرق ده للعيون، وكمان هو كاتب ان هو خاص للعيون يعني البشره الحساسه، او يعني مزيل لطيف لمكياج العين. في كمان منه نوع تاني كاتب ان هو يعني 4 في 1 للوش كله. تمام، برضو النوعين اسعارهم كويسه، وتعتبر بالمقارنه مع نيفيا ومع لوريال تعتبر ان هي ارخص بكتير. في عندنا كمان اخر واحد اللي هو ايفا. كاتب ان هو برضو للووتر بروف، ان هو بيشيل ميك اب ووتر بروف. دي الانواع الموجوده مقارنه بيها في السوق. تعالوا بقى اقول لكم على الانواع اللي انا جربتها من مزيلات الميك اب. عندي نيفيا اللي انتوا شفتوه، اللي هو مزيل ميك اب المفتح. بالنسبه لموضوع التفتيح ده، انا جايباه كمزيل ميك اب عادي، يعني مش غرضي منه ان هو يفتح ولا حاجه. هنحط هنا دلوقتي ميك اب مقاوم للميه، وهنشوف معاكم هو ازاي فعاليته ايه. طبعا انت لازم ترجيه كويس، لان هو بيبقى زيت يعني زيتي وماء، له اساس زيتي وميه. طب بترجيهم كويس جدا، وبعدين على القطنه بتحاولي ان انت تشيلي الميك اب بالراحه. تمام. انا شايفه من تجربتي لنيفيا ان هو حلو جدا، ممتاز جدا لمكياج لازاله ميك اب العيون، خاصه الميك اب اللي هو بيبقى ووتر بروف زي الماسكارا والكحل. حلو قوي، بيشيلهم من غير ما تقعدي تدعكي كتير، ودي ميزه حلوه جدا عشان ما ترهقيش المنطقه اللي حوالين العين. فانا بستخدمه للشفايف والعين بس. تمام. في عندي برضو نوع تاني هو من انواع الممتازه قوي، اللي هو بايوديرما، نوع معروف يعني، واخد تقييم عالي قوي برضو. انا بحب البايوديرما اكتر للوش، عموما للبشره بتاعه الوجه. بفضله كمان، يعني بتحس ان هو مائي، قوامه ميزته ان هو قوامه مائي، مش بيضايق خالص. بالعكس، هو ممكن تستخدميه كمنظف للبشره لو انت مش هتغسلي وشك على قطنه وبتنضفي بيه وشك. حلو جدا وهايل جدا. هنحط الميك اب هيزيله برضو بفعاليه عاليه جدا. حتى الووتر بروف، هو الميك اب ووتر بروف، بس ان انت بتحطي القطنه على على عينيكي شويه، مش زي نيفيا كده بيشيلها، لا. عينيكي استني شويه ان هو عقبال ما يشيل الميك اب. ده بالنسبه للعين، ان هو ما فيهوش قوام زيتي. بالنسبه للبايوديرما تقييمي ليه ان هو برده ممتاز جدا.
هوريكم بقى حاجة أخيرة اقتصادية جدا وبتشيل 95% من الميك اب من الوش، وعملية قوي، وممكن توفر معاكي انت تستهلكي كمية كبيرة من مزيل الميك اب، اللي هي الفوطة السحرية اللي هي بتشيل الميك اب. الفوطة ديت فوطة سحرية بتشيل الميك اب، هي من المايكرو فايبر. عادي جدا بتستخدميها، وبعد ما بتستخدميها بتغسليها. يعني هحط برضو الميك اب على ايديا نشوف برضو هي هتشيل الميك اب ازاي. بس ان انت عشان تشيل الميك اب بيها لازم تبليها في ميه سخنه او ميه دافيه، بتبليها وتعصريها نص عصره كده تكون لسه منديه، وبتمسحي بيها وشك بالراحه، هتبص تلاقيها شالت لك الميك اب من على وشك كله. تمام. فهي هايله جدا، هتشيلك 97% يمكن من الميك اب على وشك، وبعد كده ممكن تغسلي وشك عادي بالغسول. تمام. هسيب لكم اللينك، هي انا اشتريتها منين، هي بتتباع في اماكن كتيره قوي. ده بالنسبه لموضوع مزيلات الميك اب. يا رب يكون الموضوع ده افادكم وخدتم فكره عن المزيلات الموجوده وايه افضلها وايه ارخص الانواع وايه اغلاها، وخدتوا فكره عن مزيلات الميك اب عموما. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو شايفين ان هو افادكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.